السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، يا مساء مليان حب وطاعة في الله. لو أول مرة تشوفيني اشترك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك إن شاء الله كل جديد. عايزة أقول لكم ربنا يرضيكم ويرضيكم ويرضى عنكم، يا رب يكبر بخواطركم، يا رب يكرمكم ويوسع أرزاقكم يا رب، اللهم أمين. ويسترها معاكم يا رب دايما، في الدنيا وفي الآخرة يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك، اللهم آمين. صباحكم زي الفل، صباحكم معطر بذكر الرحمن، ده لو هتشوف الفيديو بالنهار. النهارده ان شاء الله باذن الله روتين كده سهل وبسيط، وهنعمل النهارده غدا برضو سهل وبسيط مع بعض كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه قمنا من النوم كده الصبح شغلنا القران وفتحنا الشبابيك بتاعتنا. صباحكم ان شاء الله كله هنا وسعاده وسرور وراحه بال واطمئنان يا رب، اللهم امين. طبعا انتوا شفتوا شكل الاوضه، كان طبعا لسه الولاد كانوا صاحيين من النوم، والبطاطين بقى كده زي ما انتوا شفتوا الاوضه كده ما شاء الله عليها يعني. طبعا الشتاء يا جماعه وكركبه الشتاء والبطاطين الكتير وهدت الحيل، ونطبق البطاطين كل يوم ووجع القلب بتاع كل يوم، بس هنعمل ايه؟ ده شغلنا وده بيتنا وده حياتنا ولازم نعمل كده. والواحد صراحه لو مطبقش بطاطين وعدل سرايره يحس ان البيت مكركب، يحس ان الاوضه ملهاش منظر. فان شاء الله بدأنا بقى كده على طول، دخلت على طول كده على طول زي ما انتم شايفين على ترتيب الاوضه على طول. طبعا دي اوضه الولاد بتاعت الولاد. طبعا انا كنت فرشه الدفات كانت نضيفه زي الفل قبلها بيوم، بس انا يا دوبك بس هشيل المخدات، كنت شايلاها وغسلاها وشاش المخدات، قلت بقى افرش وشاش تانية كده حلوه نظيفه، ونبدا بقى على طول ان شاء الله نرتب السراير كده ومع بعض. بصوا زي ما انت شايفه كده، خلاص نضفتها زي الفل. وطبعا الترابيزه دي كانت عليها كتبات الولاد بقى، شلتها لميتها، والترابيزه دي تحتها كده ارفف بحط عليها الكتبات بتاعتهم، كتبات المدرسه والكتاب وكده يعني. خلصت بقى تروقة الشقة كده بسرعة. كان بقى كنيس وتنظيف بسرعة بسرعة كده، ما جبتش معاكم التفاصيل. دخلت بقى النهارده كمان هنعمل شوية بطاطس بقى، عايزة اقول لكم زي العسل. طبعا يا جماعة البطاطس الصغيرة ديت انا بجيبها من السوق، بحبها للسليق جدا، بجيبها كده جنب البطاطس الكبيرة وبتسند معايا كمان. بخلي البطاطس الكبيرة للتحمير، وبخلي البطاطس الصغيرة دي للسليق، بتبقى حلوة قوي للسليق يا جماعة. وبطاطس طبعا كتيرة الايام ديت، حاولوا بقى ان انتوا تخزنوا شوية بطاطس دلوقتي، كل سنة وانتوا طيبين. البطاطس دلوقتي رخيصة، ب10 جنيه، والكيلو بربع ب10، اللي هي الكبيرة الحلوة. الصغيرة ديت انا كنت جايباها على فكرة الكيلو ب5 جنيه، كانت جميلة جدا ما شاء الله، وبتبقى حلوة ومسكرة في الاكل. عندي شوية مواعين في الحوض بقى كده، قلت اما اغسلهم على طول معاكم برضو كده واحنا بنتكلم. وعايزين نتكلم النهاردة ان شاء الله على حاجة حلوة جدا، او هنتكلم النهاردة على الرضا. الرضا يا حبايب قلبي، ان ازاي الناس عايشة راضية وسعيدة ومبسوطة، او الواحدة مننا تكون عايشة وراضية وسعيدة ومبسوطة ازاي، تسعد نفسها ازاي وترضي نفسها ازاي وهي عايشة في بيتها حتى لو بيتها بسيط. عايزة اقولك ان السعادة مش سعادة فلوس بس، او مش السعادة انك انت تحققي كل اللي في بالك بفلوس، لا والله. السعادة في الرضا، السعادة في بيتك، في لمة ولادك حواليك، صحتك، في الستر من عند ربنا، في الصحة طبعا اما تكون صحتك كويسة وتكون ولادك كويسين وكونوا كويسين وبخير، هتكوني راضيه وهتكوني سعيده وهتكوني مبسوطه. هتبقي محتاجه ايه؟ سبحان الله، ربنا ما بيديش يا جماعه كل حاجه، ربنا بيدي كل واحد ال 24 قيراط بتوعه كاملين، والله ما هم ناقصين. لو جيتي تدوري كده هتلاقيكي واخده ال 24 قيراط بتوعك كاملين. ليه؟ في ناس تبقى عندها مثلا ذرية صالحة، لناس ما يبقاش عندها اولاد ويبقى نفسها انها يبقى جايبه ضوفر عيل، وتقول يا رب اديني، لو هتديني طفل لدرجه ان هم يدعوا يقولوا اديني لو حتى طفل مشلول، لو طفل معاق، مع ان الدعوه دي حرام. في ناس تانية عندها اطفال وعندها ما شاء الله بدل العيل 6 و7، بس ما بيبقاش في رزق، ما بيبقى الرزق بسيط. ربنا بيرزق والله العظيم كل عيل وكل طفل وكل واحد ربنا يبعت له رزقه لحد عنده، بس الناس ما بتبقاش راضيه باللي ربنا يقسمه لها واللي ربنا كاتبه لها. ارضوا يا جماعه، ارضوا باللي ربنا كاتبه لكم. الحمد لله الحمد لله، احنا في نعمه كبيره قوي، احنا في نعمه كبيره كبيره كبيره، الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. اهم حاجه الصحه يا جماعه، والله اهم حاجه الصحه والستر وراحه البال. راح تجيب بان احنا يبقى معانا فلوس ونصرف كده وخلاص. الفلوس انا عارفه انها مهمه برضو، بس الصحه اهم حاجه، الستر اهم حاجه. ولادك حواليكي كده بالدنيا وما فيها، وصحتهم يكونوا كويسين ويكونوا سلام، ما يكونوش تعبانين بالدنيا وما فيها. ناس تانية كتير قوي بيبقى عندها فلوس بس عندها طفل تعبان، عندهم ابنهم مريض، عاملين كل فلوسهم صارفينها على الدكاترة، مش مرتاحين، مش سعدة في حياتهم.
انما السعاده الحقيقيه ان انت تيجي كده اخر اليوم كده يبقى بيتك هادي وبيتك نادي وولادك حواليك وجوزك معاكي، الدنيا وما فيها والله. دي وتكون بيت مستوره، وتقولي دايما الحياه، دايما تقولي اللهم لك الحمد، دايما تقولي انا في نعمه يا رب، اللهم لك الحمد. صدقيني ربنا هيرضيك وهيرضيك وهيزود لك خيرك وهيرزقك الخير كله من عند ربنا. اهم يا جماعه الستر والله، وراحه البال، راحه البال بالدنيا كلها، صحه ولادك وصحتك بالدنيا، راحه بالك واطمئنانك برضو بالدنيا كلها. الفلوس، بصي الفلوس انتوا اللي بتجيبوا الفلوس، البني ادم هو اللي بيجيب الفلوس، مش الفلوس اللي بتجيب البني ادم. طول ما فيك صحة هتقدري تشتغل، طول ما فيك صحة هتقدري تعملي ولادك كل حاجة، طول ما فيك صحة هتعملي كل اللي نفسك فيه، هتحققي كل حاجة. النهاردة بصوا عايزة اقول لكم ان الواحدة لما بيكون فيها صحة وحاطة هدف في دماغها وعايزة تعمل حاجة، حريم كتير جدا بيعمل مشاريع وبيعمل في ناس كتير قوي بتعمل حاجات من بيتها، مشاريع من بيتها، وصفات، وبتعمل اللهم صل على سيدنا محمد اوردرات طبخ اهم حاجه الصحه، الصحه يا جماعه، الصحه ربنا يدينا ويديكوا الصحه يا رب، ويديم علينا الصحه والستر اللهم امين. عايزاكم ترضوا يا جماعه، ارضوا باللي ربنا يقسمه لكم. يمكن الناس في كتير قوي تعبانين او كتير قوي مننا في حياتنا، او ناس كتير قوي تعبانه في حياتها، ليه؟ علشان مش راضيه باللي ربنا يقسمه لها، راضيه باللي ربنا كاتبه له او كاتبه لها. ارضوا، الرضا كنز، الرضا ده كنز من عند ربنا. ارضي واصبري وتوكلي على الله، ربنا ما بينساش حد، والله والله ربنا ما بينسى حد يا حبيب قلبي. دايما، وعايزه اقول لك كمان دايما تكوني تطيعي ربنا، ما تفوتيش ولائك لربنا، صلاتك، زكاتك، صيامك. علمي ولادك الصح، علمي ولادك الاصول، علمي ولادك التربيه. بصي ربي صح، رب اصول على اصول، اصول دينك واصول حياتك، الاصول اللي احنا عايشينها واللي احنا اتربينا عليها، الاصول اللي احنا اهالينا ربنا عليها. دايما ازرعي فيهم الخير، دايما ازرعي فيهم الثقة بالنفس، دايما ازرعي في ولادك الصبر، دايما ازرعي في ولادك حب الغير وحب الناس وراحة البال والهدوء والصبر والعزيمة على الحاجة اللي هي حابة تعملها أو حابب يعملها. صدقيني بإذن الله هتلاقي حياتك سعيدة، وهتلاقي ولادك حواليكي، وهتلاقي كل حاجة متيسرة بإذن الله. بس احنا عايزين صبر يا جماعة، صبر والله العظيم. بصوا الصبر ده حلو قوي، ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنقول ايه؟ بعد الصبر جبر، ربنا بيجبر، واللي بيصبر بينول، اللي بيصبر بينول. يرضينا كلنا يا رب اللهم امين، احنا كلنا من الصابرين، ويجعلنا دايما من الصابرين يا رب، اجعلنا دايما من الصابرين عنده، ويكتبنا عن الصابرين اللهم امين. النهارده الفيديو بتاعنا كان حلو النهارده زي ما انتم شايفين كده، معلش خدتكم في الكلام. طبعا احنا عملنا اكل بسيط كده وروتين سهل. دخلت طبعا على اوضه الولاد نظفتها، ونظفت الشقه كده سريع، بس نظفت معاكم اوضه الولاد، اوضه الولاد يعني، حتى ما كملتهاش لان ابني كان نايم على السرير، فما عرفتش اجيب يعني الاوضه كامله يعني. بس انا كنت ايه يعني ايه، بدات ان انا ارتب في الاوضه، وخلصت شغل بيتي، ودخلت معين كده بساط في الحوض غسلتهم معاكم قبل ما اعمل الاكل بتاعنا. اكلنا النهارده كان سهل وبسيط، كان عندي بطاطس اللي هي الصغننه دي سلقتها، وعملت شويه رز محمرين او رز حبايه وحبايه، وكان في بسله كمان نسخنها كده، كانت طبخاه يعني، وكان فاضل يجي صحنين كده. فقلت خساره، خساره ان احنا نسيب اي حاجه مننا او نرمي حاجه. الزمن ده ما عادش يا جماعه ان احنا نرمي فيه ونبعزق فيه، والله ابدا. الزمن ده نلم على قد ما نقدر، اللي نقدر عليه نلمه. وحرام كان ما في، بصوا ما فيش، التبذر ده حرام جدا. لو باقي رز حطيه في التلاجة، مش هيخسر، هتسخنيه تاني يوم لولادك وهتبقى زي العسل، هيبقى اكنك عاملاه جاهز او عاملاه دلوقتي اهو حالا. باقي طبيخ حطيه في التلاجة وحطه برد، الحاجه ما تاني يوم مش هتبوظ. برضو سخنيها حلو واديها غدا، وحطيها على الغدا او حطها على الفطار او زي ما او عشاء. والله العظيم يا جماعه الدنيا غاليه، وما عادش زمن ان احنا نبعزق ونرمي يمين وشمال. المهم، شفتوا بقى الروتين كده معايا زي ما انتم شايفين. عملنا الغدا بتاعنا، وكان عندي بقى شويه ايه، لفت بقى، قلنا نعمل شويه مخلل لفت كده، علشان خاطر المخلل بتاع الليمون كان خلص وكده. طبعا المخلل محدش بيقدر يستغنى عنه عندنا، او ما بنعرفش ناكل من غيره. انا واحده من الناس ما بعرفش اكل من غير المخلل ده يا جماعه، بيفتح نفسنا كده على الاكل، وبنحطه جنب الاكل على طول. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين الليفت كان احمر وزي العسل زي ما انت شايفه، وطري وحلو جدا، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين بدات بقى ان انا اقطعه كده، بدات طبعا قشرته كله الاول، او حشت يعني الورق اللي عليه، حشت الورق اللي عليه كله كده، وبعدين بدات ان انا اخرطه زي ما انت شايف. التخريطه بقى دي زي ما انت حباها تخرطيها،
تخرطي زي ما تخرطيه. كل واحد وله طريقه في المخلل بتاعه او في تخريط المخلل بتاعه. اللهم بارك. بصوا كميه بسم الله ما شاء الله طلعت لي، عملت لي حبه حلوين جدا. جبت بقى ايه البرطمان ده اللي كنت بخلل فيه، طبعا انا كنت عاملاه للليفت وكده. جبته بقى وغسلته غسله حلوه ونظيفه، وبدات ان انا احط فيه المخلل بتاعي. انا عايزه اقولك ان انا غسلته طبعا حلو قوي، لان بيبقى فيه طينه وكده، غسلته حلو قوي. وبعدين بدات اخلله على طول، ما لفتوش بملح بقى ولا اي حاجه والله. انا مستعجله عليه اصلا وعايزاه يتخلل بسرعه صراحه. نيجي بقى هنا بقى هنعمل ايه. جبت بوله كده وحطيت فيها حوالي 4 معالق ملح كبار زي ما انت شايفه، وهنحط حوالي معلقه كبيره من السكر. السكر يا جماعه بيخلي المخلل معايا حافظ على القرمشه بتاعته، يفضل كده مقرمش وحلو. وهبدا بقى ايه انزل بالميه والملح والسكر بس، مفيش اكتر من كده، ولا حطيت شطه ولا حطيت اي حاجه. بصوا بقى الليفت بتاعي احمر ما شاء الله زي ما انتم شايفينه حلو، فهيحمر ويبقى زي العسل. وان شاء الله باذن الله لما يحمر كده معايا بس كده هبقى اوريكم ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله، هوريكم لونه وهوريكم شكله. بس كده انا استكفيت بكده، بس ميه وملح وسكر وخلاص. هغطي بقى البرطمان بتاعي بتاع الليفت اهوت ما شاء الله، وهسيبه بقى كده يتخلل معايا ما شاء الله ما شاء الله. الليفت جه على قد البرطمان بالظبط، وده احسن حاجه كمان. شايفه الجمال ما شاء الله. خلاص بقى خلصنا كده المخلل بتاعنا ويومنا خلص. قلنا بقى نحط الغدا بتاعنا بقى، شويه الرز حبايه وحبايه، يوم بسيط كده وسهل. وكل يوم زي ما احنا عارفين كل يوم بنعمل اكل جديد واكل مختلف، وكل يوم بيبقى محتاج يا جماعه، فلازم الموجود عندنا نمشي بيه ونوفر في بيتنا، ونمشي على قدنا. كل واحد بيمشي على قده. وفضل اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال علينا يا رب العالمين، اللهم امين. بص البطاطس لما حمرتها تحفه، شايف الجمال. عايزه اقول لك مرمله كده ومسكره وزي العسل، طعمها جميل جميله جدا. رشيت عليها بقى شويه كمون كده، ملح بكمون اول ما طلعت سخنه. والبسله بتاعتي بقى سخنتها كده اديتها غلوه حلوه، وبقى كأنها لسه مطبوخه حالا. وادي البسله بتاعتنا بقى، وادي الغدا بتاعنا، غدا سهل وبسيط ولا فيش اسهل من كده بقى. ايه رايك بقى؟ غدا سهل وبسيط ومفيش لا عكعكه كتير ولا في بهرجه كتير. الغدا المتوفر عندنا يومنا الطبيعي ويومنا العادي. اتغدينا اللهم لك الحمد، نعمل كوبايتين شاي كده نحبس بهم الغدا بقى الحلو ده. عايزه اقول لكم البطاطس كانت مسكره وزي العسل. هنعمل شاي بالنعناع. انا كان عندي نعناع كده اخضر ونشف، يعني حطيته في طبق كده غسلته نشف وبعمل منه على الشاي. صراحه انا بحب الشاي بالنعناع جدا. قلنا بقى الاكله دي عايزه كوبايتين شاي بالنعناع كده. حطيت ميه تغلي وحطيت فيها ورقتين نعناع كده. وبدات ان انا الميه، بص يا دوبك الميه غليت كده، وبدات على طول اصب بقى الميه على الشاي. طبعا الشاي انا بلقمه في قلب الكوبايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش اختك يا قمريه كده في اللايك الجميل بتاعك والتعليق الحلو، وتكتبي لي تعليق جميل زيك، وتصلي على رسول الله في في التعليقات، عليه افضل الصلاه والسلام. ادي الشاي بتاعنا بقى، قلنا هنروح نشرب الشاي بتاعنا. وكده اليوم بتاعنا خلص والفيديو بتاعي خلص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.